بيقول لك كوتيسا الجناح الجبار اللي بيلعب في سيرفيت السويسري ممكن يجي النادي الاهلي. تعال انا اشرح لك ازاي دلوقتي. كوتيسا ده يا جماعه لو جه الاهلي هينقل الاهلي في حته تانية خالص، ومش بعيد ينقل الدوري المصري كمان في حته تانية خالص بقى. لاعب كويس جدا، لاعب مهاري، لاعب شويت. ده الجناح اللي اتقال عليه جناح بمعنى كلمه جناح، مش زي بيرسي تاوي اللي احنا جبناه ودفعنا فيه فلوس دم قلبنا ومعرفناش نعمل بيه حاجه للاسف. الاهلي ما جابوش لحد دلوقتي. انا اقول لك دلوقتي اللاعب بيلعب في نادي سيرفيت السويسري. اللاعب قيمته 4,500,000 دولار، بقى في عقده 6 شهور. المدير الفني للنادي وهو فايلر اللي كان مدير فني للنادي الاهلي. طيب الاهلي طالب في اللاعب 1,000,000 دولار، والنادي بتاع اللاعب طالب 1,500,000 دولار. القيمة مش صعبة على النادي الأهلي، بس المشكلة في الوكيل بتاع اللاعب. الوكيل بيقول 99% اللاعب هيكمل مع النادي، عشان لما عقده يخلص هيروح طبعا يسوق له ويجيب له نوادي جامدة، خاصة ان اللاعب جامد جدا يعني ما شاء الله. وبيقول 1% هيروح النادي الأهلي، وقال مش بوضوح قوي ان هو ممكن يجي في الصيف، لكن انا بقول ان هو ممكن ما يجيش في الصيف، لان احنا هنصرف مبالغ كتير قوي في كاس عالم للأندية وفي دوري ابطال افريقيا، فصعب ان اللاعب يجي لنا في الصيف. وشايف ان اصلا ممكن ما يعملوش صفقات حلوة في الصيف اللي جاي ده. بس المشكلة في القيد الافريقي، الاهلي قيد 4 وفاضل لعيب واحد، يا اما كوتيسا يا اما علي معلول. لو كوتيسا ما كملش معانا في رحلة الصفقات فخلاص كوتيسا مش معانا، وهيكمل علي معلول. وفي مدير أعمال بيحاول إن يخلي علي معلول يبقى مصري. فأنا نفسي إن ده يحصل، بس طبعا هيبقى مبالغ كتير وهنجيب كوتيسا، وصعب أصلا إن احنا نجيب كوتيسا. يعني هنجيب كوتيسا وهنجيب علي معلول، فتبقى صعبة في حوار المبلغ. بس انا بتمنى ان ده يحصل. لو ده يحصل انا بص هطلع اطبل للخطيب والله وهطبل لمدير اعمال اللي خلى علي معلول يبقى مصري. ده انا هطلع بص ماسك الطبلة وعمال اطبل.